اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده هنحاول نكتشف ليه الافلام الحلوه ما بتنجحش والافلام الوحشه بتستمر وتتكاثر. مبدئيا ليه الافلام الحلوه ما بتنجحش؟ حاسس ان اغلب الناس عايزه تجاوب اجابه مباشره هتلط نص الكوكب تقريبا، اللي هو الافلام ما بتنجحش عشان اغلب الناس مش احسن حاجه. عامه مش معترض قوي، ولكن حاسس ان احنا محتاجين نرجع خطوتين لورا. هم اللي مغفلين ولا انت والغشاشين اللي زيك اللي فسدت ذوقهم؟ عودتهم على الوحش لغايه ما نسيوا طعم الحلو. في وجهة نظري في سببين رئيسيين لان الافلام الحلوة مبقتش تتشاف. السبب الاول اللي انتوا قلتوا عليه، ان الناس مبقتش عايزة عمل حلو بجد، الناس مبقتش عايزة عمل فني حقيقي تفكر فيه وتشوف فيه اسقاطات وتمثيل كويس وكل الحاجات الجميلة دي. هي عايزة عمل بسيط تتبسط بيه وخلاص، وحتى ده مبقاش متوفر، بس ما علينا. والسبب التاني النص بقى اللي عايز يشوف عمل فني بجد، النص اللي عايز يشوف افلام حلوة بجد، سابوا من الافلام المصرية خالص وراح للافلام الاجنبية. وده يودينا لسؤال تاني، ليه الافلام المصرية مبقتش الاختيار الامثل لحد عايز يشوف سينما بجد؟ والحقيقة في اسباب كتير، لا كتير جدا، ولكن تعالوا نمشي على شوية اسباب مهمة. السبب الاول والرئيسي بالنسبه لي، ايه الغرض من ان احنا نعمل فيلم؟ ايه الغرض اللي الناس بقت تعمل عشانه افلام؟ يعني زمان الناس كانت بتعمل افلام عشان عندها حاجه عايزه تقولها بجد، عندها حاجه عايزه توصلها بجد، عندها رساله، حتى لو الرساله دي هي الضحك لاجل الضحك او الهزار لاجل الهزار، ولكن في حاجه عايزه تقولها. دلوقتي الافلام بتتعمل لاسباب تانية خالص، واسمحولي الاسباب دي مش مهمه بجنيه. يعني انا بعمل فيلم عشان اثبت ان انا اعلى ايرادات، انا بعمل فيلم مع الفنان الفلاني عشان يتكتب في تاريخي ان انا عملت فيلم مع الفنان الفلاني، حتى لو الفيلم ده هيتكتب وصمة عار في تاريخ الفنان الفلاني. انا بعمل فيلم عشان اثبت ان انا اعرف اعمل كل حاجة لوحدي، هطلع البطل الاوحد، هضحك وهضرب وهطير وهعمل كل حاجة. والسبب الاعظم في التاريخ، انا بعمل فيلم عشان عايز اعمل فيلم، حد يعرف يمنعني؟ وده بيؤدي لان الافلام تبقى سطحيه بالكامل، حتى اما بنيجي نتكلم جد بنتكلم جد بتكلف، ما بيبقاش الكلام طالع من قلبنا، ما بيبقاش الكلام مكتوب بحرفيه كويسه. اسوأ حاجه في الافلام دلوقتي الكتابه سيئه جدا، الكتابه من اسوأ ما يكون. وللأسف ده مش عشان احنا ما عندناش كتاب، بس عشان احنا مش عايزين كتاب. احنا مش عايزين حد يقول لنا المشهد ده ضروري في الدراما، مش عايزين حد يقول لنا مشهدكم اللي عايزين تضيفوه ده عشان تبينوا البطل اروش ما يكون هيبوظ السيناريو، مش عايزين كاتب يقول لنا انتوا بتحشروا افات عشان تبينوا انتوا قد ايه ناس روشه ودمكم خفيف، ولكن ده في السيناريو بيدمروا. احنا مش عايزين الكلام ده، احنا مش عايزين وجع دماغ. والحقيقة على مدار السنين بحس ان الموضوع اتحول من ان هو في ايد المخرج والمؤلف لان هو يبقى في ايد الفنان والمنتج. والحقيقة دي حاجة مضرة ومن اسوأ ما يكون، لان مهما اختلفت الشعارات، المنتج هدفه الاساسي الربح، والنجم هدفه الاساسي ان هو يفضل نجم، هدفه الاساسي ان هو يحافظ على البراند بتاعه بلغة النهاردة. والحقيقة ده بيخلينا نشوف منتهى التكلف في الافلام، بالكاف مش بالخاء. والله ممكن برضو. والحقيقة في سبب تاني، وهو كثرة الأفلام الكوميدية بلا هدف وبلا كوميديا. والله يعني احنا في مصر لو بنعمل 100 فيلم 90 منهم هيبقوا كوميدي و85 منهم وحشين. عايز تجربة عملية؟ تعال نشوف. تعالى قناة كلام في الأفلام، صاحبها مجتهد، يعني نقول لينا واللي علينا. هتلاقي مبدئيا فيلم الست لما فيتو كوميدي بشع، محمود التاني كوميدي مد، الجواهرجي كوميدي وحش، خلي بالك من نفسك كوميدي مد، ابن مين فيهم كوميدي وحش، شمشون ودليلة كوميدي وحش، صقر وكناريا كوميدي مد، القصص دراما عظيم، الكراش كوميدي مد، والله هو وحش بس عشان باسم سمرة، إزمة دراما حلو، 7 دوجز أكشن وحش، الكلام على إيه كوميدي مد، أسد دراما حلو. هننزل شوية هنلاقي فاميلي بيزنس كوميدي بشع، ايجي بيست دراما حلو، واخيرا برشامة كوميدي حلو، سفاح التجمع دراما مد، جوازة ولا جنازة كوميدي وحش، كولونيا دراما حلو. بس دي عينة معملية اغلبها كوميدي اغلبها وحش. فنان اللي قدامك عايز يثبت لك ان هو كوميدي، هتلاقي ابشع انواع العذاب،
الصاله اتقفلت عليكم انتوا الاتنين، ساعة ونص بيحاول يثبت لك هو قد ايه كوميديان، وساعة ونص انت بتتعذب، ولا تخرج من هنا حالف ان هو كوميديان لا اما ممكن ما تخرجش. وده بيسميه بعض العلماء المجددين الحزق في الكوميديا، ولكن انا ما بسميهوش كده، انا بسميه محاولة اجتهاد ادت لموت المشاهد. وهنا نيجي لسبب تاني، وهو المقياس الأساسي بالنسبة للناس. المقياس الأساسي بقى في الفلوس، المقياس الأساسي بقى في النجاح، والنجاح بالنسبة لهم اللي هو الناس دخلت الفيلم ولكن خرجوا مش مبسوطين، احنا مالنا، خرجوا شتموا، احنا مالنا، شتموا هم جوه، احنا مالنا، المهم ان هم دخلوا. ومن المفهوم بتاع ان النجاح بالإيرادات خرج لنا اختراعين من أسوأ اختراعات القرن ال21، وهو أنا أعلى أجر وانا اعلى ايرادات. ومن هنا خرج كمية نقاشات ملهاش اهمية بجنيه ولكن مثيرة للريبة لاقصى حد، لان كل واحد بيجيب ادلة تثبت كذب التاني، وكل واحد بيجيب ادلة تثبت كذب التاني اللي جاب عليه ادلة، وكلها ادلة موثقة، وكلهم موثقين ان هم اعلى اجر وان هم اعلى ايرادات. المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا بنسيبنا من الادلة اللي قدامنا وبنمسك في الحاجات دي. الادلة اللي قدامنا الفيلم لو وحش حتى لو جايب ايرادات ما يهمنيش، الفيلم لو حلو حتى لو ما جابش جنيه ما يهمنيش. رغم ان الاراء الفنية بتختلف ولكن بتختلف في حدود، يعني الفيلم الحلو ممكن حد يديله 7.5/10 وحد يديله 9، ولكن ما يبقاش الكل مدين الفيلم بتاعك 1/10 وتيجي تقول لي انا عامل احلى فيلم في الدنيا. كده احنا بنهزر، كده احنا خرجنا بره المنطق. انت اعلى حد ادى الفيلم بتاعك اداله 5/10، جاي تقول لي ان ده اعلى فيلم في الدنيا؟ عشان كده هم دايما بيروحوا ناحية الايرادات. انا هبهرك في حاجة ما تعرفش تثبتها، وهنسيك اللي تحت ايدك، هنسيك الكارثة اللي تحت ايدك. ومن اهم اسباب ان الافلام المصرية مبقتش الاختيار الامثل هو المخاطرة. مبقاش في ناس بتخاطر كتير خصوصا المنتجين، ووقت ما المنتجين بيخاطروا ما بيلاقوش رد فعل مناسب لمخاطرتهم ماديا. ممكن فنيا الافلام تنجح ولكن ماديا ما بتجيبش القدر الكافي اللي يخليهم يستمروا في المخاطرات. يعني عندك شركة الانتاج اللي عملت القصص هي اللي عملت إزمة، والاتنين على المستوى الفني كانوا حلوين، ولكن على مستوى الايرادات ما جابوش اعلى حاجة، ما جابوش قدر يخليهم يستمروا في المخاطرات دي، ما جابوش قدر يشجعهم ان هم يحاولوا تاني. وده اللي بيبروز فكرة ان الافلام الحلوة ما بتنجحش عشان الناس مش واثقة فيها، عشان الناس اللي مهتمة بالفن ما بقتش اول ثقتهم في الافلام المصرية، والناس اللي مش مهتمة هتروح للافلام العادية. تاني حاجة فرص الشباب. انت زمان ممكن كنت تلاقي كاتب شاب عمل حاجات عظيمة جدا لممثلين كبار، مخرج لسه بادئ ولكن بيبدأ بفيلم بيلاقي نجاح كبير جدا، ممثل واخد فيلم بطولة ليه وهو لسه شاب. دلوقتي انت اما بتغامر بممثل شاب بطولة بتديله فيلم كوميدي، ما بتديلوش فيلم جد. المشكلة بقى ان الدايرة بقت بتسلم بعض. المنتج مش عايز يخاطر عشان الجمهور مش هيشوف، الجمهور مش عايز يخاطر عشان المنتج مش هيخاطر، الفنان مش عايز يخاطر لان لو فشل لا المنتج ولا الجمهور هينفعوه. وللأسف الدايرة دي مش هتتكسر غير لو المنتجين رجعوا يخاطروا تاني، غير لو الناس اللي عندها شغف بجد رجعت تشتغل الشغلانة دي، غير لو الكتاب الحقيقيين بدأوا يكتبوا. ومن هنا هتبتدي تستعيد ثقة الناس اللي عايزة تشوف فيلم بجد، الناس اللي عايزة تشوف عمل فني حقيقي. اما الناس اللي بتلعبها سيف وبتفضل تعمل نفس الفيلم طول حياتها، فصدقني الناس بدأت تزهق والناس هتبتدي تكتشفك. الناس بدأت تفهم الصالات الكومبليت فعلا بتبقى عاملة ازاي بعد فيلم اوديسي وبعد فيلم سبايدر مان. الناس بدأت تفهم ان الايرادات الفيك غير الايرادات الحقيقية. الناس بدأت تفهم الاعمال اللي عليها اقبال فعلا والاعمال اللي الناس مهتمة بيها فعلا بتبقى عاملة ازاي في الشارع وعاملة ازاي في السينمات، مش بس على الفيسبوك. فاعتقد انه قريب جدا الناس هتفهم الفرق ما بين الارقام اللي بتشوفها على الفيسبوك والارقام الحقيقيه. اخيرا بالنسبه لبقى الجمهور، اتمنى الناس تدي فرصه فعلا للعمل الحلو، اتمنى ان الناس تبعد عن العمل الوحش خالص، حتى لو هتخشوا عشان تتريق عليه بلاش، عشان زي ما بقول لك هم اهم حاجه بالنسبه لهم التذكره. واظن انك انت حتى لو ما جبتهاش هم هيتصرفوا، ولكن بلاش، يعني بلاش انت تشارك. مش عايزين ننسى ان لسه في ناس بتحاول محاولات جادة كتير، مش عايزين ننسى ان لسه في افلام حلوة بجد. فيلم برشامة كان فيلم كوميدي حلو جدا، فيلم ولا انا في الخيال حب كان فيه مخاطرات كتير وكان فيلم حلو جدا جدا، فيلم قصص من احسن الافلام اللي ممكن تشوفها السنة دي، ما كانش احسن فيلم فيهم. فيلم إزمة فيلم فعلا حلو عنده مخاطرات كتير، فيلم عنده حاجة فعلا عايز يقولها،
كل دي افلام كان فيها محاولات جاده، وكل دي افلام كانت حلوه بجد. ولكن للاسف الحاجه الوحيده اللي لقت نجاح جماهيري كبير في كل دول هو فيلم برشامه، الباقي منجحش. فدي بتبقى رساله مبطنه لاغلب المنتجين، اعملوا افلام كوميدي بس، محدش هينزل غير عشان فيلم كوميدي. فاتمنى ان احنا نحاول نغير وجهة النظر دي، اتمنى ان احنا ندي فرصة للافلام المصري الحلوة بجد. واخيرا تبا بكل صدق للافلام الوحشة، انا طارق جودة. لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي ايه رايك في اللي احنا قلناه في الكومنتات، اشترك في القناة وشغل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. في الفيديوهات القديمة يمكن حاجة تعجبك. سلام.